هنعمل النهاردة فطاير طرية زي القطن. نقدر نحشيها بأي حشوة موجودة عندنا في البيت، سواء لحوم سواء جبن سواء أي حاجة، مش شرط يعني الحشوة اللي أنا هحشيها بيها. ونقدر كمان نعملها بكميات كبيرة، وقت ما نحب نستخدمها نطلعها من الفريزر نسيبها كده تفك شوية، وبعدين نحطها في الميكرويف تسخن، بتبقى كأنها لسه معمولة حالا. بس قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا ياريت تضغطوا لايك وشير واشتراك في القناة علشان الكل يستفيد، وتعليق لو عجبكم الوصفة. ويلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا ونقول المقادير. وان شاء الله هسيب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف عشان اللي يحب يرجع لها في اي وقت. اول حاجة قبل ما اقول المقادير خلينا نتكلم على الدقيق اللي احنا دايما لازم نستخدمه في المخبوزات، وهو دقيق لازم يكون استخراج 72%. يعني نستخدم دقيق متعدد الاستعمالات او دقيق مخبوزات علشان تطلع النتيجة بتاعتك مظبوطة وحلوة جدا. كمان السوائل اللي هنستخدمها سواء لبن او مية لازم تكون دافية علشان تشغل الخميرة بتاعتنا، ولازم كمان نستخدم سكر علشان العجينة تخمر وتبقى. هنجهز بقى طبق نحط فيه 350 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات او دقيق مخبوزات، ونضيف عليه تلت كوباية من السكر، باكت من الخميرة الفورية اللي هو 11 جرام، رشة من الملح، وبعدين نقلب كل المكونات الجافة بتاعتنا مع بعض الاول. هنضيف عليها تلت كوباية من الزيت، ونبتدي نخلط كده الزيت مع الدقيق بتاعنا الأول، وبعدين نبتدي نحط اللبن بتاعنا وهو حوالي نص كوباية من اللبن الدافي. وزي ما اتفقنا لازم يكون اللبن دافي عشان يشغل الخميرة بتاعتنا. ونبتدي نعجن العجينة بتاعتي كويس جدا. أنا بعجن العجينة عادي اهو بإيديا، مفيش ستاند ميكسر ولا أي حاجة. ونبتدي نعجن العجينة لغاية ما تتلم. اهم حاجة برضو في العجينة بتاعتي عشان تنجح لازم تتعجن كويس جدا لمدة 10 دقايق على الاقل عشان تديجي نتيجة كويسة. وبعدين نغطي العجينة بتاعتنا بأي كيس بلاستيك ونسيبها في درجة حرارة دافية. لو الجو حر هتخمر على طول، لو الجو ساقع ممكن يعني نغطيها بأي بطانية أو أي حاجة تدفي العجينة عشان تخمر وتبقى كويسة. بعد ما العجينة بتخمر احنا بنهبط العجينة وبنبتدي ان احنا نكور العجينة بتاعتنا لكور صغيرة، يعني بالحجم اللي انتي تختاريه. بس الكورة اللي انا عاملاها بتبقى حجمها حوالي 50 جرام. لو انتي حابة تعملي الحاجة بالميزان يعني 50 جرام حجم مناسب جدا لأي شكل انتي هتعمليه، لان طبعا بعد ما بنشكل العجين بنسيبها لسه تخمر، فيعني بتنتفخ شوية. كورنا العجينة بتاعتنا كلها، نسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقايق لغاية ما نجهز الحشوة بتاعتنا. هنجهز بقى الحشوة بتاعتنا. معانا جبنة موتزاريلا او اي نوع جبنة، معانا فلفل الوان، معانا زيتون مخلي. بنخلط كل المكونات على بعض وكده تكون الحشوة بتاعتنا جهزت. وزي ما قلت لكم الحشوة دي اختيارية، ممكن نحشيها بأي حاجة تانية، مثلا جبنة بيضة، لحمة مفرومة، ممكن نضيف بسطرمة ولانشون، ممكن هوت دوج، اي حاجة انتوا بتحبوها اولادك بيحبوها احشي بيها الفطاير دي. طبعا احنا لازم عشان نشتغل في الكور دي لازم تكون ارتاحت لها لمدة ربع ساعة على الاقل عشان تقدري تشكليها وتفرديها بايدك كده فتتفرد بسهولة. إيه يعني ما تلمش معاكي العجينة. فيعني الخطوة بتاعت ان العجينة ترتاح دي خطوة مهمة جدا جدا عشان تقدري تشكلي العجينة بتاعتك بشكل كويس ومظبوط. انا هشكل العجينه بتاعتي لجزئين، جزء منهم هعملها كور زي ما احنا شايفين كده، والجزء التاني هعملها شكل تاني. طبعا دي افكار تشكيل، ممكن تشكليها بالشكل اللي يعجبك، بس يعني الشكل النهائي للشكلين دول طلعوا شكلهم كويس جدا. انا خلصت كل كميه الكور بتاعتي، وبعدين بسكينه او مقص بفتح الكوره بتاعتي من فوق كده، من النص فتحة كده يعني صغيرة، لان احنا لسه هنزين الشكل بتاعنا اللي فوق او الخارجي، يعني لسه هنحط عليها زيتون وجبن وفلفل من الخلطة اللي احنا عملناها. فبنفتحها بسكينة رفيعة كده عشان تبقى فتحة صغيرة، او لو في مقص هنستخدمه هيسهل عليكي كتير. هنجهز بقى بيضة هنحط عليها شوية لبن عشان ندهن الوش. ضرورية جدا الخطوة دي عشان يطلع الوش بتاعنا احمر وبيلمع وشكله كويس. اللي ما بيفضلش البيض ممكن يستبدل البيض واللبن بالنسكافيه عليه شوية مية، بس مش بيبقى يعني مبتطلعش النتيجة احسن حاجة. يعني البيض واللبن افضل. طبعا اللبن بيكسر زفارة البيض فما تقلقيش منه خالص.
كان عندي بقى باقي من الحشوة بتاعتي بحطها كده فوق الوش، وكده انا جهزت الجزء بتاعي. كمان كان عندي شوية حبة بركة، ممكن لو مش بتحبي حبة البركة ممكن تضيفي شوية سمسم، او ممكن بلاش خالص تضيفي اي حاجة لو مش حابة. كده احنا جهزنا الصينية بتاعنا او الشكل بتاعنا الاولاني. نبتدي بقى نشتغل في الشكل بتاعنا التاني. انا كنت سايبه نص الكور كده وبدات افردها بالنشابه بتاعتي، يعني فرده كده بسيطه، او يعني لازم تكون الفرده رفيعه. بنبتدي بقى احط الحشوه بتاعتي في النص وبحشيها زي القطايف كده بالظبط. بنقفلها من الحواف كويس. طبعا انا يعني بعد ما سويتها كده لقيتها مفتوحه شويه، لان انا ما قفلتهاش من الحواف كويس، لان هي لما بتتساب تخمر العجينه بتفتح معانا. فانت لو حابه تقفليها قوي لازم تقفليها قفله محكمه شويه. بعد ما بنخلص الكمية بتاعتنا كلها، ضروري جدا جدا ان احنا نسيب الفطاير بتاعتنا في الصينية كده تخمر وترتفع قبل ما نحطها في القطن، عشان تدينا الهشاشة والطراوة اللي احنا شفناها في اول الفيديو. يعني بعد ما بتعمليها بتسيبيها في مكان دافي، لو تقدري تغطيها بقماشة علشان بس يعني متعملش قشرة خارجية، ويفضل لو تحطيها فوق الفرن وهو سخن. يعني تشغلي الفرن وتحطي الصواني بتاعتك فوق البوتاجاز، علشان سخونية الفرن تساعد على ان الفطاير بتاعتك تنتفخ وتعلى. وياريت بقدر الامكان نلتزم يعني بكل الحاجات اللي انا بقولها، لان هي فعلا علشان تطلعي عجينة ناجحة وهشة وطرية جدا لازم نعمل كل الكلام ده. لازم العجينة بتاعتي تخمر بشكل كفاية، لازم بعد ما قبل ما نشكلها نسيبها ترتاح، لازم بعد ما نشكلها نسيبها تخمر. لكن لو سويناها على طول العجينة بتاعتك او يعني الفطاير اللي انت عاملاها مش هترتفع معاكي، هتستوي وهتبقى كويسة بس مش هتديكي نسبة الطراوة الجامدة قوي، او مش هتحسي ملبسها قطني بالشكل اللي احنا طالبينه او الشكل اللي احنا عايزينه. بعد ما شكلت العجينه سبتها كده لمده نص ساعه فوق البوتاجاز زي ما قلت لكم، بعدين دخلتها الفرن على درجه حراره عاليه. ومش شرط يكون الفرن يعني شغال من الشوايه، لو نحطها السلكه اللي في النص ونشغله من تحت بس كفايه جدا، وهتلاقي الفطاير بتاعتنا احمرت من فوق. لو حسينا بعد ما استوت كده ان احنا محتاجين ان احنا نحمرها من الوش، مفيش مشكله نشغل عليها الشوايه لمده كام ثانيه كده، ونبقى متابعينها وفاتحين باب الفرن عشان ما تتحرقش مننا. كمان في حاجة ضرورية جدا لازم نعملها أول ما نطلع الفطاير من الفرن، هو إن احنا نغطيها بقماشة نضيفة عشان تحتفظ بالطراوة بتاعتها، لأن المعجنات لما بتطلع من الفرن على الهواء على طول بتنشف إلى حد ما، لكن لو غطيناها بقماشة هي بتمتص البخار، فبتدي نوع من الرطوبة كده داخل جوه العجينة أو جوه المعجنات، فبتدي طراوة كويسة جدا. ولو هنحتفظ بيها في الفريزر بنشيلها على طول بعد ما بتبرد تماما في اكياس علشان ما تعرقش مننا، وبنحتفظ بيها في الفريزر، وزي ما اتفقنا لما نحب نستخدمها نطلعها ونسخنها. اتمنى نكون الوصفه بتاعتنا عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتشاركوني في تعليقاتكم اذا كان الوصفه ظبطت معاكم ولا لا. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، واقابلكم الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله.